السلام عليكم. خلاص النهارده 17 رمضان وايام رمضان عدت بسرعه كعاده الايام الحلوه كلها، وخلاص داخلين على 10 ايام الاواخر، وكل سنه وانتم طيبين. كمان في ناس كتير زادت على الميزان بسرعه الايام، ولما وقفوا على الميزان اتصدموا باللي شافوه. انا دكتور علي زكريا وجاي لك النهارده بنظام الانقاذ السريع اللي هيلحق اللي حصل في الكام يوم اللي فاتوا، ونلحق نستغل الكام يوم اللي فاضلين. قبل ما اقول لك هنعمل ايه، لازم تعرف ان احنا المفروض ما نيأس، ولازم نبدا على طول، ونعرف ان ما لا يدرك كله لا يترك كله. من اول النهارده كده هنمشي على وجبتين بس، مفيش حاجه اسمها سناك. وجبه الفطار ووجبه السحور، والسحور بتاعنا مش هيبقى فيه نشويات، هيبقى عباره عن بيضتين سواء كانوا مسلوقين او مقليين، معاهم طبق سلطه وحته جبنه قريش، وهناخد معاه الزبادي. السحور ده غني بالالياف وغني بالبروتين، وهيديك احساس بالشبع، فما تقلقش من الجوع خالص في فتره الصيام. ساعة الفطار احنا خلاص مش هنفطر على سكريات، احنا اتدلعنا الكام يوم اللي فاتوا وشربنا فيهم عصاير كتير واخدنا حلويات وتعزمنا كمان كتير. فمن النهارده هنبدأ نشد الحزام، وكمان علشان الصيف داخل واللبس هيبدأ يخف وكل شيء هينكشف وهيبان. فهنفطر على ميه وهنبدأ الاكل بتاعنا على طول. هنجيب طبق وهنقسمه نصه عبارة عن سلطة وخضار، والربع بروتين والنشويات بتاعتنا مش اكتر من 6 معالق للستات، والرجاله ممكن نوصل ل9 معالق، ومش هناكل اي حاجه تاني. لو حابب اخد فاكهه او عصير هاخدها بعد الفطار على طول. كمان الحركة والرياضة ما بقتش اختيار، بقت حاجة أساسية. لازم أحافظ على حاجة زي المشي السريع نص ساعة قبل الفطار. وانت كمان يا ست الكل تنظمي وقتك وتخلصي الطبيخ بتاعك قبل الساعة 5، وتروحي تلعبي شوية رياضة في البيت كده مع شوية استرتشات، هيفرقوا معاكي فرق جبار. بس كده نمشي على الخطوات ديت، وان شاء الله هنوصل للوزن اللي احنا عايزينه، وهنلحق نفسنا قبل العيد. وانا معاكم في اي استفسار تقدروا تبعتوا لي في الكومنتات او تبعتوا لي على رسائل الصفحة. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم وكل سنة وانتم طيبين.